نجيب الحاله الاولى اللي طابته دقيقه 8 خطا وانذار لاعب الغرافه ليانكو. بالضبط. انت تتكلم في الحالات كلها على ليانكو. موجوده عندي 5 حالات على الهواء واتكلم عليها. الحكم هنا لازم 1 يحمي اللاعبين وسلامه اللاعبين، 2 لازم تكون منتبه. هذا طبعا اللاعب خذ انذار وقرارك صح، ما يستوجب اكثر من كرت اصفر، دعس على اللاعب بالطريقه هذه، الدش في حاله تهور، فبرافو اعطاه كرت اصفر. هذا القرار سليم وتوازن، قرار سليم. نعم. نجي اللي بعدها. طيب الدقيقه 45 او نجي اللي بعدها. طبعا هنا مدرب العربي تعمد مسك الكره او مسكها. اللاعب هذا لما يركلها بالطريقه هذه انا بعد اقول بالحكم برافو عليك، ممكن تنذره شفهيا لان عنده انذار سابق، يعني هذا لو اعطاه انذار يطرد. لكن انا كعبد الله القحطاني اقول لمحمد الشريف روح للاعب وحذره شفهيا، وهذا اللي عمله، حذره شفهيا حتى اللاعب يقول المدرب ماسك الكوره. فانا معاه اني حذره شفهيا بالحركه هذه. لحد الحين ماشيين صحنا. نجي اللي عقبها. بعدين ربعي اذا خلص عندهم اي ملاحظه يقولون. نجي للثالثه. الثانيه انا معك محمد الشريف فيها انك تحذر اللاعب. لا اعطى انذار ليونس علي. ايوه هو قدر. لحظه شباب، لحظه شباب، بس لان يونس نشوف نرجع بس للحاله. انا بعطيك يونس ما مسك وحجز وخبى الكوره، هو قدر. محمد كلامك 100%. نعم. هو قدر ان المدرب اخر المدرب في مباراه 0-0. المدرب اخر لو مثل ما قال ابو محمد، يعني حاط لي الكره قدامك وخذها، يعني ما اخر. فيفترض من الحكم للامانه انه ينذر لاعب الثلاثه او غرافه انذار شفهي، وينذر بعد يونس علي ولا يعطي انذار. من احطك في محلها 100%. ينذر ولا لا ينذر؟ لا ما ينذر احد فيهم. ينذر بشفهيه بدون كرت، بدون كروت. لو ما عنده ليانكو، لو ما عنده كرت من قبل، هالحاره او الحركه هذه توصل لانذار؟ ممكن توصل للسلوك الرياضي. لكن لازم يا جماعه احنا كحكام ندرس اللعبه. انا مباراه قويه تحدد بطل الدوري، اللاعب عنده انذار، ايش سوى؟ جا دز الكوره دز بسيط. انا رايي الشخصي اللي سواه محمد الشريف مع اللعبه دي انا معاه. انا عبد الله القحطاني اقول لك معاه ان انذر شفهيا، هو فلا انذر شفهيا. طيب نجي الثالثه اللي بعدها في الدقيقه 50. هل يستحق لاعب الغرافه؟ نشوف الدقيقه 50. هنا طبعا نشوف اللي عقبها. هذه اللعبه جاتك يا محمد الشريف مقشره مثل ما نقول احنا باللهجه العاميه. شوف اللاعب سقط. لا شوف اللاعب العاده بطيء، محمد الشريف متمركز صحيح، ركل كمل. شوف شو سوى، ركل اللاعب، ركل يوسف المساكني برجله من تحت، يعني برجله ركل رجل اللاعب العربي من الخلف تحت. هذه لازم ركله حره مباشره، وانذار الثاني لرقم 3 من الغرافه. يعني كان المفروض من دقيقه 50 يطرد. بالضبط. هذه لازم. ليش؟ لانه ما نافسني على الكره، ركلني. دش في خانه تهور. هذا رايي انا عبد الله القحطاني. طيب دقيقه 59 خطا. نجي اللي بعدها. هذه ما اعطى فيها انذار ولا كلمه شفهي. نجي عقبها. نشوف اللي عقبها. هذه اللاعب نفسه رقم 3. شوف اللعبه هنا. ايوه جيبوها من الواسع يا شباب، عشان بقول لكم ليش يعطي انذار لازم فيها. يجيبوها من الواسع. ايوه لما يصير الخطا من الواسع وقفوها لي بس عشان تمشي. اتكلم مشي شوي، مشي وقف. هنا لو تركه عنده مجال لاعب العربي يلعبها لليسار اللي من الجهه ذيك، ويلعبها لقدام ويلعبها اليمين، تدخل في مشروع الهجمه الواعده. 4 مدافعين مقابل 4 مهاجمين، فهذه تدش في الماده 12 الاخطاء والسلوك اللي هي منع فرصه واعده. ممتاز. هذه لازم انذار ثاني فيها، ما اعطى فيها انذار. لازم فيها انذار في الدقيقه 59. ما اعطى فيها انذار. الحاله الجدليه الكبرى اللي في الدقيقه 90 سقوط عمر السومه. شوف الاخيره هنا طبعا عمر السومه سقط وصار دعس عليه من قبل مدافع الغرافه. طبعا هنا في القانون يا ابو محمد ما عندنا النيه والنوايا. ممتاز. احنا عندنا الواقع اللي قدامنا نشوفها، وعندنا في الماده 12 حاطه اهمال، تهور، قوه مفرطه، سلوك لعب عنيف، سلوك مشين. انا ما ادش في نيه اللاعب انه يطالع فوق ما يطالع فوق، لا. الدخول بالطريقه هذه كمل. لما ادخل على اللاعب بالرجل اليسرى واليمين كمل. اليمين تروح على صوب الرقبه. شوف حنبي داسه ثنتين ويطيح اللاعب. اذا كان محمد الشريف ما شافها من التمركز الخاطئ، فيفترض من اللي على الفار موجودين اللي هم محمد السبيعي وطالب سالم، انتم مسؤولين مسؤوليه كبيره عن سلامه اللاعب هذا. والله ستر الحمد لله انا ما صار في شيء ولا كان راح فيها في اللعبه دي. نعم. يفترض منكم تستدعوا الحكم تقول يا محمد تعال شوف اللعبه انت قدرها، احنا نشوفها توصل اللعب العنيف. نعم. زين شوفها قدرها. فللاسف هذه الحاله تعمت الحاله دي دقيقه 90. نعم. هو لازم ينطرد من دقيقه كم؟ من دقيقه 50.
يمكن يعني بعد مع الرافع اذا ما اعطاه من الدقيقه 45 يعني الدقيقه 50 لو طردها كان الغرافه يلعب 10 والعربي 11. يعني معناته التحكيم تسبب في هزيمه العربي. يعني عبد الله القحطاني يقول طرد مع سبق الاصرار والترصد. لما نجي نتكلم عن التحكيم وننتقد الحكام مو معناتها ضدهم، لا، هم كلهم عيالنا، لكن هنتكلم لمصلحتهم. طيب. يتعلمون لان بيحكمون بطوله سويه ودوليه. احنا ما نقدر نجامل الحكام ونجلس الحكام، او بعض المسؤولين يزعلون يقول ليش يا القحطاني تهاجمون الحكام؟ ما نهاجم الحكام، احنا ما نهاجم، احنا ننتقد الحكام، نوضح ونحل الحالات. نعم، احنا ننتقد الحكام لان الحكام لما يخطئون ضد نادي عنده شريحه كبيره من الجماهير ونادي كيان ودفع ملايين، اذا ما انتقدك على خطأك ما تجاملك واطبل لك. وانا حتى لو على النادي الصغير بشكل عام الانتقاد او انا لما أقول والله يا ابو محمد ورمضان علي الشر الاخر، انا والله بمصلحه التحكيم القطري اقسم بالله. طيب